السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم البرجر زي أشهر المطاعم وأحسن بإذن الله، وبطريقة بسيطة جدا، وشايفين الشكل قدامكم تحفة والريحة جنان. يعني مش عايزة أقول لكم ريحته عاملة إزاي وطعمه خطير جدا جدا جدا. طبعا هقول لكم على المكونات اللي محتاجينها مع بعض. معايا كابوتشا وبصل وطماطم احنا مقطعين كله، والخيار المخلل طبعا أنا عاملاه في البيت، وكنت عاملاه قبل كده على القناة وهعمله لكم كمان تاني بطريقة بسيطة جدا. شايفين قد ايه جميل، وحاجات بسيطة جدا وكلها مكونات موجودة في البيت. معايا الجبنه، مش شرط النوع الجبنه اللي انا جايباه ده، ممكن تستعملي اي نوع جبنه شيدر زي ما انت عايزه، اي نوع. طبعا انا جايباها زي ما انتوا شايفين كده، وحضرت مكوناتي كلها. ومعايا هنا بقى المايونيز، هنعمل صوص مع بعض كده جميل جدا. هحط المايونيز معايا، وبعدين هنحط الكاتشب على درجه اللون اللي احنا عايزينه، على اساس ان هو يوصل. هوريكم دلوقتي انا عايزه اللون بتاعه والدرجه ازاي. هفضل اقلب. طبعا المكونات بتاعتي بسيطة، انا معايا هنا مايونيز وهحط عليه الكاتشب، واحط ملح مع بعض كده، وتوم باودر وبصل باودر ومعلقة خل صغيرة، وهبدأ اقلبهم مع بعض كويس جدا. وكل ما اللون يحتاج كاتشب هزود واحدة واحدة لحد ما يوصل الدرجة اللي انا هوريها لكم دلوقتي، على اساس الطعم بتاعه يبقى زي المطاعم بالظبط. شايفين قد ايه انا هفضل اقلب لحد ما اوصل معايا الدرجة اللي انا عايزاها، اللي انتوا شايفينها دي جميلة جدا وطعمه حلو جدا. كده احنا حضرنا كل حاجتنا. معايا بقى اللحمة لازم تكون طازة، هحط عليها فلفل وتوم باودر وبصل باودر بس، وهكتفي بكده. طبعا انا ما حطيتش ملح، لان لو حطيت ملح هينزل معايا ميه، طبعا احنا مش عايزينها تنزل معانا ميه خالص. مجرد ان انا اقلبها بس، بعد ما اقلبها كويس جدا يعني زي ما انا بقول لكم بسيط كده، وتندمج المكونات كلها معايا وتتدخل كلها في بعضها. شايفين ازاي انا ما بلمها بس كده خلاص اهو، ان هي التوم باودر والبصل والحاجات كلها والفلفل تندمج مع بعض. زي ما انا بفكركم ان انا ما حطيتش ملح. هبدأ اقلبها ونبدأ بقى نشكلها نقطعها مع بعض. لو انت بتحبيها ان هي تكون رقيقة ومش تخينة، بس انا بحبها تكون محملة شوية ومليانة، هوريكي دلوقتي طريقتي. وطبعا انت ممكن تعمليها اصغر من كده بالطريقة اللي انت تحبيها. هبدأ اقطعها معاكم زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين، واكورها كده، وبحطها على كيس بلاستيك، على اي حاجة، كيس تلاجة انا فاتحاه، وببدأ المها بيه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بلمها من الجناب واقطعها كلها. هبدأ ارش زي ما انتوا شايفين بقى الملح من ناحيتين والفلفل، حاجة بسيطة كده، على اساس ان هي ايه الملح يتدخل فيها وتدي لها الطعم بتاعها الجميل. معايا طاسة، هدهنها زيت خفيف جدا، لان طبعا انتوا عارفين ان هي هتنزل معايا الدهون بتاعتها. واديني رشيت الملح، بصوا عند التسويه اول ما اجي اسوي ارش الملح على طول، وفلفل حاجه بسيطه من ناحيه، ومن الناحيه التانية برضو هرش عليهم، يبقوا من ناحيتين. وهبدا اسويها معايا. لو انت عاملاها محمله زي كده، طبعا هتبقى توطي النار. بعد طبعا ما تتحمر من ناحيتين هوطي النار. هوريكم كل حاجه دلوقتي قدامكم بالتفصيل، واغطيها بسيط جدا عشان تستوي جدا من جوه. لو انت هتعمليها رقيقه او خفيفه شويه، طبعا مش محتاجه ان انت تغطيها. انا بغطي الطاسه على اساس تستوي من جوه وتبقى كويس. شايفين بعد ما استوت معايا، هحطها على ورق مناديل اهي، جميله جدا جدا وفي منتهى الجمال والريحه مش عايزه اوصف لكم. ومعايا العيش طبعا انا مقسماه. لو انتي حابه تحمصيه طبعا هو لازم نحمصه. طبعا الصوص ده احنا عملناه مع بعض دلوقتي. هبدا احطه عشان ابدا اوريكم تركيبه الساندوتش مع بعض كده بطريقه بسيطه جدا، واحنا محضرين طبعا مكوناتنا كلها مع بعضنا. قبل بدايه الفيديو لازم كل حاجه جنبك تكون جاهزه، على اساس ان البرجر يكون سخن وتبداي ترصي الساندوتش على طول. طبعا زي ما انتم شايفين حطيت الكابوتشا وبعدها البصل، وابدا احط الجبنه، وبعدين احط البرجر. بسم الله ما شاء الله، يعني مش عايزه اوصف لكم طعم السندوتش كان عامل ازاي. وحاجه في البيت نظيفه جدا جدا، وحاجه مضمونه وشارياها، يعني مش عايزه اقول لكم من الاخر. وطبعا هحط معايا القوطه دي زي ما انتم شايفين، والخيار المخلل. طبعا انتي براحتك خالص اهو. على شفتوا بقى قد ايه سهل وبسيط جدا جدا. هبدأ دلوقتي اقفل معاكم. طبعا لو انت في البيت مش هتحطي محتاجة ان انت تحطي الخلة اللي احنا هنحطها دي، انا بحطها عشان تمسك السندوتش، عشان يبان قدامكم دلوقتي ويبان شكله.
مش عايزه اوصف لكم الريحه والله والجمال وطعمه، يعني حاجه كده من الاخر مبهره جدا جدا جدا. وان شاء الله هتجربوها وتشوفوها وهتعجبكم جدا بطريقه بسيطه، وبرجر في منتهى الجمال وطريقه بسيطه جدا جدا. هبدا اقطع معاكم واحد واوريه لكم. طبعا انا ما بحبش اللحمه تكون مستويه قوي، هوريكم شكله دلوقتي. انت بقى لو بتحبي تسويها جامد هتسيبها على النار ازيد شويه. ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ ان شاء الله ان شاء الله يعجبكم، واكون عند حسن ظنكم. واللي بيشوف الفيديو بتاعي ما ينسانيش في اللايك، واللي بتشوف قناتي لاول مره الاشتراك. وباذن الله نقدم لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.